عندنا الاكل بيقف هنا وساعات يقف هنا. 90% من الاكل بيقف فوق نفسي، او يقول لي الاكل بيقف هنا. 90% من اللي بيقف هنا مشكله، ضيق في نهايه المريء، مرض معروف، او ورم في نهايه المريء. فلما العيان بيقول لي الاكل بيقف فوق مش عارف ابلع من فوق، اطمن شويه، عندي رعشه وايديا بتنمل، هل في مشكله نفسيه ولا مفيش؟ هنحددها بالكشف. لكن للاخر لما يقول لك انت عندك مشكله نفسيه ما تزعلش. في ملاحظه ملاحظينها في عياداتنا كلنا كاطباء، ان العيان المصري لا يقبل كلمه مرض نفسي، يعتبر انها شتيمه. يعني انا مجنون يا دكتور؟ يا ابني هو في فرق، ده الفرق كبير جدا بين مرض عقلي ومرض نفسي. واللي احنا لاحظناه ان قريب قوي في دينه الى الحقيقه ما بيجيلوش امراض نفسيه خالص. ده اللي لاحظناه. ليه؟ ما نعرفش، بس القريب من ربنا بعيد عن الامراض النفسيه.